ولد الشيخ عبد اللطيف الهميم عام 1952 في محافظة الأنبار، ومنها كانت بدايات حياته، وفيها تكونت ملامح شخصيته العلمية والدينية والثقافية. وهو وريث عائلة واسعة النفوذ لعبت دورا هاما في الحياة السياسية والاجتماعية. تخرج في كلية الآداب جامعة بغداد، حيث نهل من علمها واستقى من معارفها، وارتفعت همته في علوم القرآن الكريم، ولازم دروس الفقه، واستمع إلى دروس أمهات كتب التفسير والحديث والأحكام، فزاد شغفه بالعلم ورام المعالي فصار إلى ما أراد. دفعه حب التطلع العلمي والاستزادة منه، فقصد القاهرة، الحلم الذي راوده لإكمال مشواره الدراسي هناك، حيث جامعة الأزهر التي حصل منها على درجة الماجستير في الشريعة والقانون. بدأت ملامح المفكر واضحة من خلال شخصيته المتطلعة واهتمامه بشتى أنواع المعارف والعلوم، فشغلته النظرة الفلسفية، فحاول تأطير فكره بالدراسة الأكاديمية ليتوج ذلك السعي بحصوله على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من معهد البحوث والدراسات العربية. وهذا ما تجلى بوضوح من خلال منطق الشيخ الدكتور عبد اللطيف الهميم وكتاباته نتاج فكره بمؤلفه المعروف منطق أرسطو وأثره في بنية الفكر الإسلامي، ومؤلفه الآخر صفين وتداعياتها في المجتمع السياسي الإسلامي، وهي كتابات عبرت حدود التقليد لتنطلق إلى رحاب التجديد في الفكر والفلسفة والاجتماع. قدر لفضيلة الدكتور الشيخ عبد اللطيف الهميم أن يعيش زمن التحولات في المنطقة العربية والإسلامية، وهي تمر بأقصى مراحل تاريخها السياسي، فكان القيادي الإسلامي البارز والخطيب البارع الذي أولى اهتماما كبيرا بالتأكيد على وحدة العالم الإسلامي والدفاع عن فكرة الجماعة الإسلامية. عرف بحضوره ومساهماته الفعالة والمؤثرة، شغله هم العراق وما مر به منذ مطلع ثمانينات القرن العشرين من حروب وحصار، فكان ذا حضور مؤثر في العديد من المؤتمرات والفعاليات التي كانت تنادي برفع الحصار الجائر عن الشعب العراقي. وحيث انتهى الأمر بالعراق محتلا من أمريكا وقوى الظلام، حتى تجلى الموقف التاريخي مرة أخرى بخطبته الشهيرة بجموع العراقيين لمقاومة الاحتلال ومقارعة الظلم، وسعيه لمعالجة الخلط الذي حصل بين العراقيين نتيجة الإفرازات التي نتجت عن الاحتلال. كما عرفت عن الشيخ الدكتور الهميم علاقته الطيبة سواء على المستوى الإسلامي أو على مستوى الأديان الأخرى، مؤكدا على ضرورة وجود الشخصية الإسلامية التي تمتلك الثقافة المعاصرة والمتوازنة، معتبرا أن سر نجاح العمل الإسلامي هو وجود هذه الشخصيات التي من مجموعها تتكون الجهة المستشرفة المؤهلة للتخطيط والتنظيم، وما ينتج قوة المبادرة والاستباق والاستشراف للأحداث والتقويم المستمر للعمل والتعامل مع المستجدات. يتضح ذلك من قراءة في كتابه إدارة الأزمة وقيادة الصراع في الموروث الإسلامي المعاصر. ولقد تكاملت شخصيته، فكان يجمع إلى جانب الدعوة إلى الله التحرك السياسي المناسب والعمل الشرعي المحقق من خلال فهمه العميق للأحكام الشرعية والموازنة بين المصالح والمضار وترتيب الأولويات. ويمكن ملاحظة ذلك أكثر والوقوف على ما ذكرنا بدراسة كتابه الموسوم الضروري في أصول الفقه الإسلامي. لقد تميزت مؤلفات الشيخ التي تجاوزت 50 مؤلفا بالتكامل، فهي تقدم نظرية صالحة وكاملة في العمل الإسلامي، ثقافة وبناء، تربية ومنهجا، فهما وفقها. للشيخ الدكتور عبد اللطيف الهميم الكثير من المشاركات السياسية الهامة المؤثرة في التاريخ المعاصر، فهو الأمين العام لجماعة علماء ومثقفي العراق، الأمين العام للمؤتمر الإسلامي الشعبي العالمي،
منذ عام 1991 ولغاية اليوم، مؤسس البنك الإسلامي العراقي ورئيس مجلس الإدارة سابقا، الأمين العام للمؤتمر العام لأهل الأنبار، عضو الهيئة الإدارية لرابطة علماء العراق، عضو الهيئة الإدارية لجمعية الآداب الإسلامية، رئيس مؤسسة الأنبار للإغاثة، رئيس تحرير صحيفة الرأي وصاحب امتيازها، رئيس تحرير مجلة المفكر الإسلامي وصاحب امتيازها، رئيس مجلس أمناء كلية المعارف الجامعة العراق، عضو مجلس إدارة المعهد العراقي للسلام وحوار الأديان، عضو مؤسس في مؤتمر الوسطية، عضو مؤسس في مؤتمر الصحوة الإسلامية، وعضو مشارك في مؤتمر التقريب بين المذاهب. جسد الهميم موقف جماعة علماء ومثقفي العراق وهو أمينها العام بقياس الرؤية والمعالجة التي تؤمن بها الجماعة برؤية ومعالجة أي جهة أخرى، وأولى الحياة الخاصة احترامها، ونظر إلى العلاقات الداخلية والدولية ما تستحق من خلال مؤلفيه احترام الحياة الخاصة في الشريعة والقانون، والعلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن. عبرت دائرة اهتمامه إلى قضايا الأمة ليرى أن مشكلة العرب والمسلمين في رؤيتهم بأنهم ظلوا حبيسي اللحظة، ولذلك فإن معظم السياسات تكون مبنية على ردة الفعل وليس على الفعل. وأوضح أفكاره ضمن صفحات مؤلفاته القيمة موسوعة أحاديث السياسة الشرعية ب4 مجلدات، والخلافة إشكالية الخطاب السياسي الإسلامي وشرعية الدولة الوطنية، الموسوعة الحديثة في 200 مجلد. القارئ لسيرة وشخصية الدكتور الشيخ عبد اللطيف الهميم يوجبه الوقوف على جانب من هذه الشخصية الجامعة، وفي جانب التنظير الاقتصادي هذه المرة فهو رجل الاقتصاد العارف بأسراره والأكاديمي المتمرس الذي حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي من جامعة بغداد، وصاحب كتاب الأزمة المالية والبديل الثالث سقوط الرأسمالية، مستعرضا نظام الحكم والمال ومستشرفا الأزمة الاقتصادية التي يعانيها العالم اليوم. فقد سبق وأن كتب في هذا الموضوع من خلال العديد من الكتب التي ألفها، مثل الدولة ووظيفتها الاقتصادية في الفقه السياسي الإسلامي، وكتابه الاقتصاد الإسلامي المرتكزات والأهداف، وكتابه من يحكم أمريكا، وتحت الطبع كتاب عالم ما بعد أمريكا. يقول العلامة الدكتور عبد اللطيف الهميم في علم السياسة: لا يوجد قطع بالمطلق، وإنما كل النهايات والمتغيرات مفتوحة، لذلك هناك اختلاف في الرؤيا والمعالجة. ولكن مما لا اختلاف فيه ومما تفرضه الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها العراق أن هذا الرجل جاء في موعده تماما.